السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم بغيت نحضر معكم واحد السلطه صحيه واقتصاديه وناجحه ب100%. تقدروا تحضروها للوليدات ديالكم، حقيقه كتجي خفيفه وما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، ومكونات اللي متوفره في كل منزل. فخليكم معايا حتى نهايه الفيديو باش تعرفوا جميع المكونات وطريقه التحضير. فهاد الوصفه هذه مده ديال 5 دقائق كتكون عندنا واجده. فبالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا الباذنجان. بعد ما ناخذ واحد الباذنجاله، هنا خديتها غير من الجرده اللي عندي، وكنحاول انني نقطعها قطع صغيره من بعد ما كنغسلوها اكيد وكنشفوها. ومن بعد غادي نبقاو كنشكلوها على شكل مربعات صغيره، تكون متوسطه في الحجم ماشي صغيره بزاف. من بعد غادي ناخذ القرعه وغادي نحاولوا اننا نقطعوها ايضا قطع اللي كتكون صغيره. ومن بعد غادي ناخذ الكرافس من بعد ما كنقيوه وتا هو كنبقاو نقطعوه قطع اللي كتكون صغيره. كما سبق لي وذكرت في البدايه بلي الطريقه هذه طريقه عندي معتمده، اي نوع ديال الخضر عندكم في المنزل تقدروا تحضروا بها هاد السلطه هذه. غادي نضيفو كذلك لي طوماط سوريز. غادي نحاول انني نحط واحد الكميه اللي كتبقى صاينه، واحد الكميه غادي نحاول نقطعها هكا قطع صغيره. صافي هنا من بعد ما انتهيت وضعت الخضر ديالي كامله في واحد البول. ايضا خديت واحد الحبه ديال البطاطس ونقيتها وقطعتها قطع صغيره. من بعد غادي نضيفو رشه ملح والقليل من زيت الزيتون، ومن بعد غادي نخلطوا الكل جيدا. صافي من بعد غادي ناخذ ورق الطبخ وغادي نوضعوه في واحد الصينيه. من بعد غادي نوزعوا هاد الخضر ديالنا بشكل متساوي باش هكا يطيبوا لينا. ومن بعد غادي نضيفوا ليهم القليل من الزعتر، فحقيقه كيعطينا واحد اللذه خطيره لهاد السلطه هذه. ومن بعد غادي نضيفوا القليل من لا شابليغ فكيجيب لينا هاد الخضر هذه مقرمشه. ومن بعد كندخل واحد الصينيه هذه الفرن على درجه حراره ما بين 20 حتى ل 25. ملي كنشوفوا الخضر ديالنا صافي طابوا، صافي من بعد كنقدموها بالصحه والراحه. فحقيقه كتجي رائعه لذيذه وكتجي طايبه معلقه. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. فاكيد الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.